اتخرجنا وفرحنا وقلنا خلاص الغرفة لا تسع أجنحتي من كتر الفرحة. لكن بعد ما الفرحة بدأت تروح وعيت على الكابوس اللي مستنيني، واخرها خدت الصدمة بقى بإلغاء التكليف. فقررت اجيب كرومبا السماعة بتاعتي وقعد اسمع تامر عاشور، ودخلت في مود الاكتئاب. لا مش قادرة، نطلع فاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلام من الاخر، رحب بكم، انا مروه خالد، ويلا نبدا. في شعور كده من ان مفيش فايده بيجيلك من بعد فتره كبيره جدا من التدوير على شغل او تدريب، وتبتدي تقعد تسال نفسك بعد الاربع او الخمس سنين، لو انت في كليه 5 سنين، اقعد في بيتنا كده ملاقيش شغل؟ فين الاحلام اللي وعدتوني بيها بعد ثانوي؟ وتقعد تفتكر نفسك وانت حمار متهور، وانت كنت بتتخيل نفسك بعد التخرج ان هيبقى معاك العربيه اللي بتحلم بيها ومسافر الساحل مع الناس اللي مسافره هناك دي، وتقعد تفتكر ايام ما كنت بتقول يا سلام اما اتخرج ده انا هخرب الدنيا. بعد كده تفوق على حته قلم يرجعك للواقع، وهنا بقى تستسلم للاكتئاب. وانا خاف عليك من عواقب الاكتئاب، علشان كده قررت اساعدك. روح هات لك منجايه ساقعه من التلاجة وتعالى هحكي لك حاجه بسيطه. ما اخبيش عليك يا صديقي، هو الموضوع مش بسيط، بس لو انتبهت ليه وبدات تحله بسرعه هتطلع منه باقل خسائر نفسيه. تعالى نبداها من البدايه. احنا يا صديقي بنتولد في اللي بيحدد لنا كل حاجه في حياتنا. من يوم ما بنتولد في اللي بيحدد لنا اسمنا، المدرسه اللي هندخلها، هندرس ايه، في اللي بيحدد كل حاجه في حياتنا، لحد ما بتبتدي تتصدم بنص الواقع عند الثانويه العامه. الثانويه العامه اللي بتمثل ضغط رهيب بيقع عليك من المجتمع اللي حواليك، وخوفك لو محققتش الحاجه اللي حواليك عايزينها. بيبقى عندك خوف رهيب من الحياة ومن المستقبل. انت نفسك ساعات ما بتكونش عارف انت عايز تدرس ايه، انت عايز تفرح اللي حواليك وخلاص. في ناس تانية عارفين، احنا بنتكلم عن الأغلبية يعني. بعد ما بتعدي المرحلة دي بسلام وتبتدي تموف اون منها وتتأقلم على الوضع اللي انت بقيت فيه، تلاقي سنين الجامعة عدت واترميت في حياة الكبار بدري. طب يا جماعة اللي رميتولي هنا، تعالى حد يلحقني. مفيش. ويبتدي يتقالك يلا يا حبيبي بقى اطلع من التراك اللي كان مرسوم لك، وابتدي دور على شغل واسس حياه واعمل كل الحاجات الحلوه دي. طبعا الكلام ده لو انت من عامه الشعب زينا كده، لكن لو الوالد والوالده مجهزين لك وظيفه فروح بوس ايديهم وش وضهر، واعرف ان انت في نعمه غيرك يتمناها. نرجع بقى لعامه الشعب اللي زيي. بعد التخرج بتبتدي تتحط في مواجهه اجباريه مع نفسك، وتسال نفسك اسئله كتير جدا. تسال نفسك اسئله زي مثلا هشتغل ايه؟ طب هل اللي درسته هيأهلني ان انا اشتغل ولا لسه محتاج حاجات؟ طب هل اصلا انا حبيت اللي درسته؟ طب انا فعلا هعرف اشتغل ولا راح اتهزق في الانترفيو وارجع؟ وتبتدي كمان تبص على اصحابك اللي كنتوا قطيع واحد، واللي ممكن ناس منهم تكون طلعت من الدوامه دي بدري، وتبتدي تبص نفسك وتقول انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. والله يا صديقي الحاله دي بتكون عباره عن مراحل، ودي برضو بترجع لكل شخص وطبيعته. يعني في شخص هيمر بكل المراحل، وفي شخص مرحلتين 3 ويخلع، وهكذا. اول مرحله بتكون الفرحة عمياك ولسه ما شفتش الواقع كما هو. شوية شوية بيبتدي القلق يشتغل، وتبتدي ان انت تشوف الواقع حواليك، وتبتدي تدرك ان انت اترميت في سوق العمل، وهو فعلا سوق وملوش كبير، وانت يا عيني غلبان معكش غير شهادة لسه اصلا ما استلمتهاش من الكلية. هنا بقى تبتدي تهدى نفسك وتقول احنا تمام، هندور على تدريب ناخد منه خبرة، نعمل سي في حلو ونشتغل بعد كده. وتبتدي تلاقي نفسك ان انت بدأت تتشفت، بدل ما كنت بتدور على وظيفة بقيت بتدور على تدريب. هنا بقى يا صديقي العزيز تبتدي تكتشف ان التدريب بقى ليه سي في ومحتاج خبرة. طب انا جاي اكتسب عندكم خبرة، اجيب لكم خبرة منين؟ كمان التدريب بقى اغلبه واسطة اللي هي اصلا مش عندك، فتبتدي تحزن على حالك وتفكر وتقول وانا ضيعت سنين عمري دي على بلاش، وتبتدي تستسلم للاكتئاب، واللي عواقبه بعد كده مش حلوه يا صديقي. وزي ما قلنا من شويه ان مش لازم كل الناس تعدي بكل المراحل دي. انا بقول لك السيناريو الاكثر سوءا، واللي للاسف يا صديقي يعني مش هخبيها عليك ان هو ده السيناريو الاكثر شيوعا. طب نسال سؤال، يعني ايه اكتئاب ما بعد التخرج؟ والله التعريف الاكثر شيوعا ان هي حاله من المشاعر السلبيه اللي بتصيب الطالب اللي زي كده بعد التخرج. بعد فرحه شديده ورقص في الحفلات يجيله حاله من الصدمه وانعدام الاستقرار. طب وده بيظهر في ايه؟ بيظهر في حاله من اليأس والضياع، وانك مش قادر تقوم من على السرير، وملازماك قائمة اغاني تامر عاشور.
بص يا صديقي، لما جيت ادور ورا الاسباب لقيتها فعلا واقعيه شويه. تعال نشوفهم سبب ونناقشهم سوا. اول سبب بيكون الهاي اكسبكتيشنز او التوقعات العاليه، وده بيظهر انك لما بتتخرج بتتخيل ان الشركات هتفتح لك دراعاتها وتقول لك تعالى تعالى. مش عارفه والله التوقع ده بيجي لك منين، لانك اصلا شوف في كام دفعه بتتخرج، شوف انت اصلا دفعتك فيها كام واحد وكلكم زي بعض، مفيش اي شيء يخليك متميز عنهم علشان يعينوك مثلا، الا طبعا لو معاك واسطه من المحظوظه. فانت انسى الكلام بتاعي خالص. تاني سبب يا صديقي وهي السوشيال ميديا، اللعنه اللي احنا عايشين فيها. بص يا صاحبي، انت قاعد طول اليوم تسكرول على الفيسبوك وتشوف مين اللي راح الساحل، مين اللي اشترى عربيه جديده، مين اللي لقى وظيفه. تبتدي ان انت تبص على حالك وتحس بالخيبه التقيله اللي انت فيها وتبتدي تقلق على مستقبلك. تالت سبب ان انت متسرع يا صديقي. انت عايز تتخرج تبقى مدير وانت اصلا ما عندكش خبره انك تفتح البوابه بتاع الشركه اصلا. عارفه ان انا قاسيه معاك، بس انا قاسيه على نفسي لان انا زيك. ده غير ان مفيش تدريب كويس يأهلك لسوق العمل، ولو حتى فيه فهو محتاج سي في او خبره او واسطه زي ما قلنا. لو وصلت معايا للمرحله دي فانت خلاص حسيت ان هي بدات تضلم، خلاص مفيش حلول صديقي، هسيبك. ضلمت في وشك هسيبك، لازم اساعدك برضه، هديك كده شويه حلول. يلا بوشكاش محفوظ بيضحك. اول حل، لازم تطلع بره اوضتك. غير المكان اللي انت قاعد فيه بقالك فتره كبيره، ابتدي اطلع للبيت وناس والخمسه سته اللي احنا منهم. اقعد مع اخواتك، شدوا شعر بعض، ده هيحسن من نفسيتك جدا. هو هيعقدهم بس مش مهم، نفسيتنا اهم. طلعت من اوضتك، ابتدي بقى اعمل اي هوايه، اي حاجه بتحبها، انزل جيم، انزل اي مكان، انزل الشارع، اعمل اي حاجه. تاني نقطه، هنبتدي نبعد عن السوشيال ميديا. عارفه انه صعب، على الاقل هنقلل، او بمعنى اصح نبتدي نقلل متابعه الناس اللي هتصدر لنا طاقه سلبيه او هتبتدي ان هي تحسسنا بخيبتنا اللي احنا فيها. ما تزعلش مني صديقي، احنا بنحاول نلاقي حلول، فما تزعلش مني في الكلام. تالت خطوه، ابتدي يقدم على اي شغل او اي تدريب يجي في سكتك. هتترفض عادي جدا، مش اول مره تترفض صديقي، انت مش بتترفض من عروسه، ايزي جدا، خد الموضوع بسهوله. انا لسه مرفوضه من 5 اماكن تدريب. تالت نقطه، بطل تقارن نفسك بحد. ما تبقاش انت لسه بتتعرف على المجال اللي انت هتشتغل فيه وتبتدي تقارن نفسك بحد شغال فيه بقاله 10 او 20 سنه. ده اسمه هبل وتهور. شوف يا صديقي، انا بكلمك من الواقع لان انا بعمل نفس الهبل ده. تركايه كمان، ابتدي حدد جزء في مجالك وركز فيه وابتدي تطور نفسك واحده واحده فيه. بعد كده هنتوكل على الله وندعي، هي مش تيجي الا بالدعاء. وعلشان اكون صادقه معاك يا صديقي، بما اننا معوداكم على الصدق، انا ما جربتش كل الحلول دي كلها، انا لسه في مرحله الرفض هناك. فلما اوصل هقول لكم ان شاء الله، وانتوا لو حد جرب حاجه من الحاجات دي يبقى يقول لنا، اهو كلنا نشد بيد بعضينا. نيجي بقى لموضوع مهم جدا. واحد هيقول لي على فكره انا ما عدتش بكل اللي انت بتقوليه ده. صديقي، ده الطبيعي، مش كل الناس هتعدي بكل المراحل ولا هتعاني من اكتئاب ما بعد التخرج. في ناس شايفه ان الاجازه او الفتره اللي احنا فيها دي هي اجازه مش هتتكرر تاني، وانه بيقضيها في كل ما هو تافه، ما بيشغلش دماغه باي حاجه لها علاقه بكارير ولا شغل ولا اي حاجه جدا. وانا من موقعي هذا بحييهم، لان هم ببساطه مش شاغلين بالهم بالاوفر ثينكينج والحياه الجحيم اللي احنا عايشين فيها دي، رايحين دماغهم. وانا بنصحك برضو يا صديقي، لو انت خلاص دورت وعملت وسعيت وكل اللي انت فيه ده وما لقيتش حاجه، دي قضيها كاجازه، اهو يعني ما نكونش اشتغلنا ونكون اكتئبنا، نريح نفسينا. من الاخر يا صديقي، احنا جيل مش محظوظ بالمره. افتكر كده اجدادك او ابائنا، كان مجرد ما بيتخرجوا بيلاقوا الوظيفه من هنا، كانت الشهاده لوحدها كافيه ان انت تلاقي شغل بسهوله. وعلى فكره انا شفت فعلا ناس كده، كان مجرد بس ما بيتخرجوا بيلاقوا وظايف كتير، والله حياتهم كانت سهله وفيها بركه، لا عندهم سي في ولا خبره ولا اي حاجه من الكلام ده، شهاده وتخرج على طول وتعين. ده حتى فرص السفر بالنسبه لهم كانت اسهل، اي حد فيهم كان عايز يسافر الخليج ولا اي دوله كان الموضوع بسيط. دلوقتي انت لو قررت تسافر فانت عايز معادله وتكاليف انت اصلا ما تملكهاش في مصر. يا عم ولا لو حلت الفلوس دي كلها كنت سافرت ليه اصلا؟ صديقي، احنا جيل مش متدلع خالص، احنا جيل اترمى في حياه الكبار بدري بدري، ومحدش رملنا عوامه ولا حتى عوامه بطه. بص من الاخر يا صديقي، ازمات الحياه عمرها ما بتخلص، فلو فضلت قدام كل ازمه تصعبها على نفسك وتلوم فيها هتتعب قوي في حياتك. حاول تتقبل نفسك لان هي الكائن اللي موجود معاك طول الوقت، وابتدي تطورها على قد ما تقدر حبه حبه. والاهم ان انت تتقبل ظروفك، احنا حياتنا مش زي بعض وظروفنا مش زي بعض. ممكن يكون غيرك وصل الاول باي طريقه ما، لكن انت هيجيلك يوم وهتوصل. المهم اللي يوصل ويحافظ على وصوله ويعلم من نفسه اكتر، مش المهم مين اللي وصل الاول. وفي الاخر لو لقيت شغل او تدريب ليا هكون شاكر ليك جدا. يلا، كنتم مع كتاب من الاخر، ودايما كده معاكم افكركم باكتئابات وحلول وحاجات. وسلام.